السلام عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. ليلة يخطيكم، وعندي بزاف ما نقول لكم على الناس ديال كازا، ولكن اليوم جيت نعاود واحد القصة اللي مثيرة ومشوقة، وهذا غير الجزء الأول. كاينين أجزاء اللي هما على واحد الرجل بما تحمل الكلمة من معنى. هادشي شفناه وسمعناه بودنينا من عند الرجال. غنبداو قصتنا من سجن عكاشة اللي فيه انتهاكات وظلمات، وفيها التجارة في الدراري الصغار. وهادشي ماشي غير في عكاشة، في جميع المؤسسات السجنية اللي كتواجد في المملكة المغربية. فخونا كمال ولد الغالية كنحييه، وفرحت انني تكلمت معاه وسمعت صوتو وعطاني التوريزيشن. واليوم غنعاود قصة، ولكن نجيكم شي اشياء اللي هي غتخليكم منبهرين ان شاء الله، ماشي في الاجرام، لا، في الخصال ديال الرجال. فغنبداو قصتنا من عكاشة اللي اكبر سجن في افريقيا، فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيزيدو يدمروا داك الشاب اللي دخل وكتاب عليه المكتاب. فكان واحد المسؤول كيبيع الدراري الصغار البزناسة اللي كاع اللي عندهم الفلوس، كيبيع عليهم الدراري الصغار يمارسوا عليهم الجنس. وكان واخد راحته هذا رئيس المعقل، لان رئيس المعقل كينوب على المدير. ممكن المدير ما يعرفش شنو كيروج داخل المؤسسة اكثر من رئيس المعقل، لان رئيس المعقل اللي هو عايش مع الحباسة وعارف اي حاجة كدور في السجن راه كيسيق لها الخبار. فلا كان الانسان نزيه راكم عارفين، الا كان فاسد راكم عارفين. فهاد رئيس المعقل تيبيع حشيشو، تيبيع دواه، وكيبيع الدراري الصغار. كنعرفوا بان كاينين بزاف ديال الخصمان، رغم الاجرام، رغم التجار في الممنوعات، رغم الخروقات، مخالفة القانون، كتخالف القانون بجميع الطرق اللي كتمارسها، فتيكون انسان فيه الخصال ديال تا انسانيتي. لان كاين الانسان اللي كيتجرد من الانسانيه واخا ما يكونش مدوز حتى نهار الكوميساريه، وكاين اللي واخا يدوز ما عرف شنو يدوز وشنو يدوز عليه تتبقى فيه ديك الانسانيه. اذا الفيلم كله على الانسانيه اللي نابعه من واحد الروح طيبه. فخونا كمال ولد غاليه غيكون في عكاشه، ما عجبوش داكشي اللي كيدير داك المسؤول، كلشي ما كرهش يدير معاه شي حاجه اللي ما كايناش، تعرض لطرق اللي هي خصها تخليه يعرف بينه وبين الخالق وتردعو، ولكن هو لا كان تيزيد في عميتو وتيزيد في القباحه والاجرام وفي الساديه ديالو، لانه تعرض لواحد المحاولات اغريسيون على برا من طرف غير مراهقين تصادفوا معاه. تا هادي جاب الله ركب في طونوبيلتو وهرب، فيرو عليه بشي حجر ساعة ما هادي. المهم حس بواحد، ولكن دابا غادي يتلاقى مع اللي غادي يحدد ليه السرعة. حنا ما نبقاوش نقولوا شي اشياء. فخونا كمال ما عجبوش الحال، بحالو بحال جميع الرجال، حرارة، عنده داخلية مليئة بالرجولة وبالطيبوبة، وكيتعامل
عندي بزاف ما غادي نقول لكم ان شاء الله. فغادي يتواجه معاه. وما تنساوش بان الاخ كمال ولد غاليه كيتوفر على بنيه جسمانيه ما شاء الله، عقل، خدام، ماشي واقف ماشي صما، فتيعرف شنو تيدير. وهاد السجناء تتخاف منهم الاداره الداخليه ديال اي مؤسسه سجنيه وعاد الوزاره، لان الانسان تيكون تيجهل القانون، وهذا هو عيبنا حنا، كنجهلوا القانون، والقانون لا يعذر جاهلوه، ما يعذركش. فحدد ليه السرعه بطريقه اللي هي كما كنقولوا يبرد لك الخاطر. كاين غير هاو الرن، كاينش النظام، كاينش هادي، كاين غير بق بق دف. فالزبانيه غتحامى عليه، وكما كنقولوا اللي فراش الجمل فراش الجماله. دائما الادارات ديال السجون عندهم واحد الحرب، لان ما بقاش دابا الحرب بالقرطاس، ولات واحد الحرب فكريه وحرب دبلوماسيه. فغادي يقبطوه وغيتكرفصوا عليه. ها هو دابا بغى يغير المنكر، ولكن جات فيه وتكرفصوا عليه بما تحملوا الكلمه من معنى، تعداو عليه تكرفصوا عليه. وما وقفاتش هنا، غيضربوه بجوج ابراد ديال الموديتين او الموديكات. وهاد النوع من هاد الابراد اللي كيضربوهم السجناء اللي تيكونوا شويه كيهضروا على حقهم وكيهضروا على حق السجناء وضد الظلم، فتلقاو معاهم صعوبات. فغادي يضربوا ليه جوج ابرات باش هما يحيدوا المسؤوليه عليهم من المؤسسه. شحال من واحد كان غادي يحل فيهم ترونسفير كيتحسب على الاخرين. يا عجباه، لان ما كايناش واحد المراقبه. وهذا ماشي موضوعنا، خليتها للمباشر ان شاء الله. فخونا كمال من داروا لي دوك ضربوه بلي باري، اش غنديرو ماش غنديرو؟ رول ما عندك باكاج غير كراسو في اقبح حي في لا سونطرال مدينه النحاس، اللي هو حيدال ديال لي مال ديسيبلين. فيه ما كاملش حتى 6 ولا 5 ديال الغرف، كل غرفتو بلا مينوط. حتى غيلقى راسو تصوروا انه مضروبين ليه لي باري. ودوك راه كيخليو الانسان، راه غير ربي كيوقف معاه مول الحق دائما. حتى غيلقى راسو فواحد السيلون مظلم، وهاديك حيدة المعروفة بالظلام كورها تتعيش غير الليل من غير لا خرجتي، ولا يمكن تخرج، ممنوع. غيلقى راسو تما في حيدان. فغادي يضرب مدة ديال 4 شهور زيارة لسمي زيارة مشددة ومشبكة وبالأصفدة بالمينوطات. تا تعنيقة ما تعنقاش، دوز 4 شهور هكا تيخرج بالمينوط للزيارة، والمينوط داخل السيلون الغرفة اللي فيها انفرادية، والظلام كاين غير الظلام. فغيضرب 4 شهور بواحد لا ديسيبلين، تا غيجيب الله الفرج وغيديوه لحي الإعدام. هنا غادي يتلاقى مع التيمومي الكتاني الحطاب، المهم الأطراسي. هنا غادي تبدا القصة. فهنا ولات عنده واحد صلة تواصل مع السجناء. حسن الجاوي
الله يطلق سراحو، راه مشينا لحومتو الحمد لله، الله يخلي ليه وليداتو. تغير عاوتاني طريقة أو منظومة الحياة، كتغير، كتولي عاوتاني مع السجناء، راه بوحدك وميناط، راه تيولي حبس مضاعف، ماشي بحال واحد تتلاقى مع السجناء وكذا. فالدواء فتلاقى مع الرجال، منهم الجاوي، منهم الأطراسي، منهم كاع الأسامي، التيمومي. المهم ويبقى داك التعامل. فهنا واحد الأخ ما بغيتش نجبد، خالد سميتو ولكن ما نقولش اللقب، كيسالي بو، بيضاوي وعنده 10 سنين وغادي يزيد 5 سنين، هي 15. المهم جاتو شي سلعة، وهاد السلعة جات ديال الدواء وكتيرة، فتعامل مع الرجال كلشي، وتقريبا كمال اللي هو اللي كداو هادي، هو اللي قاد، هو اللي هادي، هو اللي فرق، هو اللي هادي، فناض واحد التعامل وكدا وهادي وهادي. فهنا غادي والشاي اللي هو برقاق غادي يمشي وغادي يعطيه مع المسؤولين، حيت هادي دخلات دكاكة، واخا كمية ولكن دكاكة دخلات، فعطاه مع المسؤولين، سمح. فغادي يقبطوه، غيخطفوه كاشة، تيروا ليه بنادم وتيهزوه، تولي غادي سماوي مرفوع. قتلوه عصا وقبطوه فيه، منين هو والو، قال لهم واحد الساجين شريتها من عنده، هو الساجين ما عاد نعرفو نجي شنو خص يجيبو. المهم نكر ونكر واستنكر وزاد في نكره. كمال ما عجبوش الحال، كنقولوها دائما هكا. هاد كاين هاد السجناء والله ما كاين اللي يوصلهم بالله، لان سمعتهم سابقاهم، ولكن كتجيهم النفس، وهادو هما الرجوله، وهادو هما اللي خصنا نشوفوهم على برا ان شاء الله قودويلين. فكمال ما عجبوش الحال، غيقبض هذاك البرقاق. ما نقول لكمش، قلت لكم تبارك الله، كاع ما كيسال كاع ويه الساطوره او البنانه تن. فغادي يتدخل فيها محمد تيمومي، وغادي يرونوها معاهم. وهداك البرقاق الا ما خفت نكذب بانت فيه اثار الضرب، ولكن ما كاينش ضرب شي موس او تقاد او حجره او داكشي غير يداوي، فدقدقوه خلاوه. كاين اللي ظنوا انه مات، فجاو واحد 3 ديال الموظفين ما بغاوش يدخلو، تا هما راو داو الرن في التبن، كبايله ولات الشرن بق بق بق. فجات الزبانيه وراكم عارفين كيجيو، والبحر ما تقدش عليه، مخزن بحر. جاو داوهم كل عاوتاني عزلة، كل شنو دارو معاه، جمعوهم فواحد الجناح انفرادي. فهنا بقاو ضربوا واحد 15 يوم، غيوليو يطلقوهم في داك الجناح فيه الغرف، فغيوليو يحلو عليهم. هذاك الوشاي غرباوي، وكونوا على يقين اخوتي داكشي د القبليه ما كياكلش مع الرجال. شتي متى نعرف كراجل واخا ندابز مع ولاد بلادي اجيني النفس عليك،
غادي يكونوا لأنها الرجولة. شوف الرجولة راه ما كتباع ما كتشرى، وكنا كنقولوا بأن الرجولة حاشاكم وهادشي عادي من البزولة، فراه ماشي هي من البزولة، راه من الكرش. المربي دابا من الكرش، الشبعان من الكرش، الجيعان من الكرش. ما عليناش، لأن دخلوا عندنا تطورات اللي ولات كتشاركنا في تربية ولادنا وكتدخل لينا بدون دقداق أو استئذان. هذا ماشي. نعم. والشاي البرقاق غرباوي وتحياتي ليس معيار المدينة، دائما كنقولها واحد ولا جوج، راه مدينة تبارك الله. هادي الدرمة الدرن كمال بقى فيه داك الدري اللي انا واقيلا ولد بورغول ولا ما خفت نكذب ولا ما نعرف، بقى فيه بزاف وكذا ورجولة وهادي. فواخا لاخر صاحبنا الطنفة عاوتاني اي يرونوها، والاخرين عصابة ديال غرباوة ومع عصابة ديال اطراسي تيمومي. المهم تيمومي ولكن الاطراسي مع كمال. فالترونات عاوتاني مع حلوم ترونات. فانا غادي براكيو الجناح كامل على كدو الجناح غيتبرعقا. شنو ولات تغرباوة معاهم ناضت بوت ولكن الرجولة كتابو كاينش ناض ولاو هما وغادي يتحدوا بخصوص حمد وكمال، لان هما اللي غادي تجي فيهم. اما التيمومي بقاو التيمومي هو اللي غادي يبلغ خونا حكيم الراجل. غندير عليكم لايف جو ماشي ديال كلم دقيقة ولا جوج. خويا ايطو عبدو اشراف طريق والليسته طويله ما عليناش. فبراكاو الجناح والو يحضر وكيل الملك. عرفت شنو براكي جناح على قدو. فبراكاوه الموظف مبراكي تا هو من الداخل مسدود كلشي عندهم موظف. فانا غادي يجي وكيل الملك. نتوما كتعرفوا بان قصاصي على مجينينا بان وبزاف الناس اللي ماتوا بدوك لي باري لان خطر. هادوك ديال تيقتلوا لك الجهاز التناسلي كاع الاعضاء البشريه اللي عندنا كتقتل كتبقاش تخدم يدك ما. فحضر وكيل الملك لان براكا هو والموظف تا هو مبراكي وما عندهمش كيديروا ليهم كيدير يجيبوا ليمون والو. وكيل الملك وكانوا كينوضوا تا تليفونات وكذا. فحضر وكيل الملك وما نساوش بان كمال الله يخلي ليه العائله وخاصه حكيم مسالي مع المغرب كامل. جا وكيل الملك مالكم ما مالكم، ها ما كاين وها ما كاين وها ما كاين وها ما كاين وها ما كاين. دابا غادي اللي يديروا دابا اللي بغاو. فقال لهم شنو هادي؟ قالوا ليه هز نتهزو. حمد غيديوها الرماني ولكن خونا وحبيبنا مسكين غيمشي لواحد الحبس اللي هو صعيب. دوزيام سونترال اللي هو مول البركي. وكانت هادي هي الجزء الاول والتتمه. نخليها لكم هنا التتمه عاوتاني ديال شريط رالي في مول البركي باش عاوتاني غادي يتز احداث مثيره ومشوقه. وشوف اخوتي راه ما كاينش ما احسن من الحريه. والله الا تكلمت مع البارح الا ما بكيتش وجاتني البكيه. وما تبقاوش تقولوا شي كلام في شي ناس ما كتعرفوهمش. الله يعطيكم منو. والخال خويا الخال ايطو الغزال خويا الخال. ما تبقاوش تهضروا على ناس ما كتعرفوهمش ما كتعرفوش شكون هما وشنو هما خصالهم. ندير لايف على حكيم نقول لكم شي اشياء اللي غتجيكم بيزار. ثانك يو ثانكيشن شكرا شكرية بالهندية.
ولنا لقاء إن شاء الله. ما تنسوناش جان.